السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو، بقالنا كتير قوي، وحشتوني قوي 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 قوي. يا رب تكونوا كويسين ويا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف شويه، ممكن اكون عملت حاجه شبهه قبل كده، بس بجد الواحد خلاص بقى تعب يعني. الواحد بقالي كتير ما بعملش فيديوهات اكل، بسبب البوتاجاز بتاعي، بسبب الفرن بتاعي، وبسبب شركة زانوسي. المتابعين معايا من زمان عارفين ان انا من ساعه ما جبت البوتاجاز، بوتاجاز كله عيوب، كله عيوب حرفيا. انا غيرت البوتاجاز كله، يعني انتوا متخيلين كل شويه خدمه العملاء او الصيانه تيجي تسحب البوتاجاز وتغير فيه حاجه، تسحب البوتاجاز وتغير فيه حاجه. بصوا هتلاقوني حاطه في الجزء ده هنا كده حته خشبه. ليه بقى؟ يعني انا الجزء ده بعيد عن الميه. لما انت تشتري بوتاجاز من مواصفاته ان هو بوتاجاز استانلس، وبعد كده تلاقي الجزء ده الجنب ده كده اللي ما بيطروش نقطه ميه خالص لاي شكل من الاشكال، لدرجه ان اللزقه اللي هي بتبقى موجوده على البوتاجاز انا ما شلتهاش. وتلاقي الصاج ده صدى، فهم ياخدوه يغيروه ويقول لك اصل هو البوتاجاز مش استانلس صافي. طب انتوا مش كاتبين كده في الكتالوج ان هو مش استانلس صافي؟ انتوا كاتبين ان هو استانلس. كل حاجه فيه اتغيرت. المهم اخر حاجه، في شهر 2 البوتاجاز ده ليه مروحة داخلية بتبرد البوتاجاز عشان المفاتيح والحاجات دي كلها. ما بصي هتلاقوا في الفيديو كده هوريكم الجزئية ديت. المروحة دي فجأة وقفت، خلاص اشغلها يعني بتقعد تعلق وتقف، تعلق وتقف. المهم اتصلنا بالشركة فقالوا لي انت كده خلاص بره الضمان، والمفروض هنغير المروحة ديت. طب تمام، اوكي، انا معرفش. كالي الفني كتر خيره، هو جاي معاه المروحه وغير المروحه 900 جنيه ولا 1000 جنيه في تغيير المروحه. تمام. هو ما كشفش على البوتاجاز او الشركه ما تكشفش، هو كده عيب مروحه. تمام. ركبت المروحه، بعديها بيومين ثلاثه اجي اشغل الفرن، الاقي المروحه بتقف وتشتغل، تقف وتشتغل. لا اما المروحه تفصل خالص. اتصلنا بالشركه كالي فني، لا في حاجه اسمها الكتاوت عايزها تتغير ب 500 جنيه. عايزه ايه؟ انا لسه مغيره المروحه وليا فيها ضمان سنه. لا ما هو مش عيب مروحه تعيب كتاوت. انتوا ما كشفتوش اساسا على البوتاجاز. يعني المروحه القديمه واشتغلت معايا مش بايظه. المروحه القديمه كانت بتقف، معنى كده ان كان العيب في الكتاوت، ما كانش عيب مروحه. طب انتوا دفعتوني تمن المروحه ليه؟ لا انت بقى عايزه تغيري الكتاوت عشان المروحه اللي انت لسه دافعه تمنها ما كملتيش شهر، بعد اسبوع ادفعي 500 جنيه كمان. بصي بقى لما تيجي تشغلي الفرن وفجأة المروحة تقف. انا لو فضلت مشغلة البوتاجاز من غير مروحة، البوتاجاز هيسخن جدا. الزراير والحاجات دي كلها ممكن تسيح. فلما هتيجي تكلميهم هقولك لا، سيادتك سوء استخدام. بصي ده فايش، بصي العلو بتاعه عامل ازاي. ما المروحه فصلت في وسط ما هو شغال، المروحه فصلت. فطبعا استنيت شويه لقيت البوتاجاز سخن جدا فقمت فاصله. بصوا الفايش باظ، يعني ده فايش باظ خلاص مش مشكله. بصوا بقى التسويه. طبعا انت بقى ايه، اقعدي جسفي كده هتلاقي حته فاتحه، حته غامقه، حته محروقه، حته معموله في ايه يا جماعه. طب الواحد يشتغل ازاي؟ طيب يعني انا مشتريه حاجه تريحني. بصوا بصوا فرق الالوان. تقعدي لما تحطي حاجه من قبل المروحه، تحطي حاجه في الفرن، انت تقعدي لفيه كده ولفيه كده كل ثانيتين، مش هقول لك كل نص ساعه، عشان انت ممكن تلاقي الجنب الشمال حرق والجنب اليمين لسه اساسا ما استواش. عطلتوني. تخيلي بقى لما انت تكوني بتعملي العميل تورته وحاطه كيك سبونج وفجاه الفرن يقف او يحصل فيه اي حاجه، المروحه تقف. فطبعا انت رميتي اللي انت اشتغلتي بيه، الخامات اللي انت حطيتيها انت رميتيها، سواء الشغل او لبيتك. طب انتوا ايه يا جماعه؟ يعني انتوا ايه؟ من الاول خالص، من اول عيب، من انا جايبه البوتاجاز بعتيها بشهر، من اول عيب قلت لهم يا جماعه مش عيب الشركه، في حاجات اسمها من 1 في الألف عيب تصنيع. هنفترض ان البوتاجاز ده عيب تصنيع، غيروه. لا انا اغير الشعل اللي جوه، اغير فوني، اغير سيجان. بصي البوتاجاز كله اتغير، البوتاجاز فعلا حرفيا اتغير على غفله. بصي الشعله، بصي عامله ازاي، دي مش وساخه، الشعله من اول شهر اتجرحت وباظت.
تيجي تقول لهم يقول لك ده سوء استخدام. طب اشمعنى بقيه الشعل؟ طب سوء استخدام انا همسك، بصوا همسك سكينه واجرحها؟ استحاله استحاله ان انت هتبوظي حاجتك. حتى لو وسخه وبنضفها بميه نار مش هتعمل كده. خلاص. الصاج اللي هو الاستانلس ده اتغير 3 مرات وبعد كده برضو في غمقان وفي حروق. المفروض الاستانلس يقول لي طب انت بتستخدمي حاجات ايه؟ اقول له ده انا بعمل صابون بحط صودا كاويه في استانلس بتلمعه ما بتبوظوش، لو في بقع هينضف. فما تقوليش انت بتستخدمي ايه في المنظفات. عارفه كلام كله مرسل. هو عايز اكيد العيب فيكي مش العيب في المنتج بتاعنا. هوريكم بقى، يعني هوريكم وانا بعت فيديوهات لفني الصيانه. المروحه مش شغاله، انا حاطه حاجات في الفرن المروحه مش شغاله. حرام عليكم. وقفتوا حالي مش عارفه استخدمه، مش عارفه اعمل حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بجد. انا اسفه على الفيديو دوت واسفه على انفعالي. بس بجد الواحد تعب، الواحد تعب. انا ما بقتش اصور فيديوهات وما بقتش اعمل اي حاجه بسبب النفسيه بسببه. طب مطالب مني ان انا ارميه واشتري واحد جديد، ولا مطالب من الواحد يعمل ايه؟ قلتولي بره الضمان ماشي خلاص. اما يعني انتوا متخيلين اما يجي يقولك العيب في المروحه، وممكن بالدليل اوريكم المروحه القديمه سليمه، المروحه مش بايظه. يعني معنى كده ان نكمل اول عيب الكتاوت. انتوا عايزين تدفعوني ايه ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا عايزه بس ايه برضو ااكد لك حاجه. انا مشغله المروحه اللي في الظهر، اديني فصلتها. بص مفيش صوت. يعني المروحه المفروض وهي شغاله هتبقى عامله صوت. انا هسكت عشان ابقى مسمعاه. بص مفيش صوت. دي المكازفه بقى اللي الواحد بيعملها لما اجي اشغله بقى. طبعا انا لو طلعت الساق خلاص اترمى وباظ، فهضطر ان افضل مشغله لغايه ما يستوي. انا ورزقي بقى في المفاتيح اللي ممكن تسيح او تبوظ. بص انا مش عارفه هو البوتاجاز بيخاف منكم ولا ايه. بص انا اهو مشغله اهو خلاص. شايف المنديل؟ انا حاطه لك منديل اهو عشان اوريلك ان هو ما بيتحركش. هقرب بقى اسمع الصوت بتاعها. سامع الصوت اللي هو يعني عامل صوت، لكن اهو مش شغال. حط تاني المنديل. تخيل انت بقى انا مشغله الفرن وحاطه ايدي على اعصابي ان الحاجه بقى الزراير دي ما تتحرقش. بص انا اهو بشغل عشان نجرب بقى ونشوف. بص الزرار اهو. بس المروحه ما بتشتغلش. سراج هات حاجه وحركها. هات سكينه يا بابا. بس تبتدي بقى دلوقتي اهي تشتغل. نفس القصه بقى للمروحه التانيه لما نشوفها تاني اهو. هنجرب وهنشوف هتشتغل. هجربها النهارده وجربها بكره ونشوف الدنيا هتبقى ايه.